سوبر شاتل هذا ما هو متخصص في الطرق أو المواصلات العامة، فقط متخصص من وإلى المطار. يعني أنت نازل المطار تلقى قدامك، كنت بتروح المطار تاخذه، تدخل الموقع أو التطبيق، تحط اسم المطار وتحط العنوان اللي بتروح الفندق اللي انت رايح له، وتحط كم عددكم، مثلا 5 أشخاص أو 6 أشخاص، وتدق موافق. طبعا يطلب منك رقم الرحلة اللي انت جاي عليها واسم الخطوط علشان يعرف متى توصل بالضبط. غير كذا إن عندهم عدة سيارات فخمة صغيرة مشتركة أو كبيرة عائلية. هذه المنطقة الشمالية من شاطئ ميامي، مثل ما قلت لكم هي أفضل منطقة للسكن. اللي سألني البارح اليوم يسوي تشيك اوت على أورلاندو. السلام عليكم، صباح الخير جميعا. اللي يسألني يقول تحطون مؤثرات على التصوير، أقول لا. أول سؤال جاني في رحلتنا على أمريكا، وأكثر سؤال: وين الموقع اللي استأجرتوا منه فيلة أورلاندو؟ وش اسم الفيلة؟ أقول لكم موقع اسمه اير بي ام بي. تأكد إنك تعبي اسم المدينة، تاريخ الدخول والخروج، عدد الأشخاص. وهنا حاجة مهمة لازم تحطها اللي هي انتاير هوم، يعني بيت كامل، يعني زي فيلة كاملة يعني. وتأكد إنك هنا على الخريطة تكون قريب المنطقة السياحية مثل أورلاندو. هنا خليك جنب ديزني ويونيفرسال، شارع انترناشونال درايف، المنطقة الحيوية اللي تحتاج تسكن فيها. شوف، وانا اسحب على الخريطة هنا يطلع لي جميع الفلل، يعني فلل كثير، حدث ولا حرج، نفس اللي اخذناها وافضل منها بكثير. هذه اسم الفلة حقتنا، بحط اسمها لكم عشان تصورون الشاشة. سعرها $219، احنا اخذناها $300 تقريبا. التواريخ هنا فاضية، مجرد تحط التاريخ يعطيك السعر حسب الموضوع. طبعا الفلل هذه يا تكون فلل خاصة في منتجعات بسيطة، او تكون فلل في منتجعات ترفيهية فيها مسابح، فيها امور الاطفال وكل. يعني على سبيل المثال فلتنا حنا كانت في مجمع كبير، وتعتبر فلل خاصة مطلة على بحيرة وفيها خصوصيتها التامة، بس ما فيها أنشطة. عوائل أنا أشوف وأطفال أشوف إنه ياخذ الفلل اللي في المنتجعات زي هذه، راح نشوفها. شوفوا، فيها أماكن ترفيهية للأطفال، فيها مسابح، فيها ألعاب، يعني فيها ألعاب أطفال. مجرد وجودك أنت وعائلتك في هذا المجمع مستانسين، سواء طلعتوا ولا ما طلعتوا. فيها مسابح، فيها كل شيء، يعني في شقق فندقية